للأسف موهبة أخرى تضيع من الجزائر في ظل عجز الاتحادية الجزائرية في إقناع لاعبي مزدوجي الجنسية. ها هي ضربة أخرى تخلط حسابات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. لايك واحفظ الفيديو لعلك تحتاجه وتابعنا للأخير. كشف مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي تيري هنري عن اختيار اللاعب مايكل أوليز اللاعب لصالح المنتخب الأول الفرنسي على حساب كل من إنجلترا والجزائر ونيجيريا. وقال تيري هنري خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل مواجهة منتخب إسبانيا يوم غد في منافسة الألعاب الأولمبية: مايكل أوليز يريد اللعب لصالح منتخب فرنسا. كما أضاف هنري: كان بإمكان أوليز الذهاب إلى كأس الأمم الأوروبية مع إنجلترا، لقد أراد اللعب مع المنتخب الفرنسي. ثم سأله الصحفي: لماذا؟ رد عليه هنري: إنه حلمه، لدي احترام كبير لذلك، رغبته في اللعب مع المنتخب الفرنسي